بيحكي لنا القصة دي مدرس لغة إنجليزية من 38 سنة عن قصة بائعة اللحوح، واللحوح ده عيش يمني. بيقول إنه في أحد مدارس صنعاء هناك طفل لفت نظره جدا، طالب ذكي قوي بس كان بيغيب كتير عن المدرسة. سأل زمايله عنه، رد زميل ليه جار وقال له إن والدة الطالب ده بتبيع اللحوح على الرصيف، وإن زمايله بيعايروه بأمه، وأوقات تاني ما بيبقاش معاه حتى تمن المواصلات. طلب المدرس من جاره ده يعرفه مكان والدته، وبيقول ابتديت أتقرب من الطالب لحد ما حس معايا بالأمان. وفي يوم عزمته على الغدا وخدته معايا بعربيتي، ورحنا قريب من المكان اللي والدته بتقعد فيه على الرصيف، ووقفت قريب من مامته في الشارع ونزلت اشتريت منها لحوح وقعدت اتكلم معاها شويه. سالتها عن جوزها، قالت لي انه توفى من سنين، وعن ولادها قالت لي عندي بنتين وولد، والولد في اولى ثانوي وشاطر جدا بس بيغيب كتير لان اصحابه دايما بيعايروه بيا. قلت لها انا مدرس الولد ده وهو فعلا ذكي جدا، وهو دلوقتي معايا في العربيه، انا عازمه النهارده على الغدا، اتصرفي وكانك مش عارفاه وما تعرفيش بوجوده معايا وما تبصيش حتى ناحيه العربيه. ورجعت للعربيه والولد عمال يراقبنا من بعيد، وسالني اول ما رجعت حضرتك تعرف الست دي؟ قلت له لا بس فكرتني بأمي الله يرحمها ويحسن إليها. أمي كانت بتبيع عيش اللحوح عشان تعرف تصرف علينا أنا وإخواتي، والحمد لله كبرنا، واللي مهندس واللي مدرس. الأمهات اللي زي الست دي وزي أمي مفيش زيهم في الدنيا. ولقيت وشه فجأة اتغير، وبعدين قال لي دي أمي. قلت له إيه ده؟ مش معقول، طب ما نزلتش تسلم عليها ليه معايا؟ قال لي بكسوف كده، أصل أصحابي دايما بيعايروني بيها. قلت له بتتكسف منها؟ قال لي بصراحة آه. قلت له أمك ما بتشحتش وما بترقص، أمك بتشتغل وبشرف. لقيته نزل من العربية وجري عليها، قعد يحضنها ويعيط. قال لها يا امي ده استاذي وعزمني على الغدا النهارده. الاستاذ خدها معانا وعزمنا على الغدا، وكان يوم مليان ذكريات حلوه وما يتنسيش. تاني يوم دخلت الفصل وحكيت للطلاب قصه امي، وانها هي كانت بتبيع خبز اللحوح عشان تربيني انا واخواتي. وقتها لقيت الطالب ده رفع ايده وقال لي انا زي حضرتك يا مستر، امي كمان بتبيع لحوح عشان تصرف علينا. قلت له بعد الحصه انا وانت واصحابك لازم نروح لها ونبوس راسها، وفعلا عملنا كده. وفي عيد الام طلاب الفصل كله لقيتهم بيجمعوا من بعض واشتروا لها هديه. وقتها أجرنا باص ورحنا لحد الست دي في الشارع واديناها الهدية بنفسنا. عدت السنين ونسيت القصة، وبعد 30 سنة كنت مرافق لرجل أعمال في رحلة علاجية في لندن، وشكروا هناك في دكتور يمني سمعته كانت ممتازة وبيعمل في مستشفى لندن الجامعي. حجزنا كشف وجي دورنا واتفاجئنا بالدكتور وهو بيقوم من على مكتبه وبيحضني وبيبوس راسي وبيقول لي حضرتك الأستاذ فاروق، حضرتك أستاذي، انت لسه ما اتغيرتش بس انت غيرت حياتي. وانا افتكرته طبعا ده تلميذي اللي كان بيتكسف من امه، بس بقى من اكبر دكاترة استشاري القلب في اشهر مستشفيات لندن. اتجوز وعايش هناك وامه عايشة معاه بعز وكرامة. يا جماعة كلمة طيبة او موقف صادق بترفع انسان من قاع الرصيف لقمة النجاح.